ثم عقد ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الفصل في ذكر هذا البعث، بعث عبد الله ابن جحش رضي الله عنه. وسياق هذا البعث جاء في مسند أبي يعلى والطبراني بإسناد حسن في المعجم الكبير للطبراني. وهذا البعث بعث عبد الله بن جحش أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى نخلة جنوب مكة، إلى نخلة جنوب مكة. وهذا يعتبر أيضا خطوة إن صحت العبارة جريئة في التقدم إلى أقرب مركز أو مكان من جهة العدو في مكة، وهذا أيضا مما ينذر هؤلاء بالخطر العظيم. فالبعوث الأولى كانت إلى ساحل البحر تتعرض للتجارة القادمة من الشام، لكن هنا يتقدم هذا البعث إلى جنوب مكة، يتعرض ويستطلع للقادمين من جهة اليمن، للقادمين من جهة اليمن. فهذا أيضا مما ينذر قريش وكفار قريش بالخطر العظيم من هذه الدولة المسلمة التي وقف منها هؤلاء الكفار موقف التعنت والمعاداة والعدوان الشديد. قال: ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي رضي الله عنه وثمانية من المهاجرين. ونلاحظ أيضا تقدم هؤلاء وهم قلة، يعني عدد قليل، ويصلون إلى منطقة قريبة من مكة، إلى منطقة قريبة من مكة. فهذا في مخاطرة ويعني أمر عظيم جدا. والإقدام على هذا الأمر يحتاج إلى همة عالية وصدق مع الله سبحانه وتعالى وصبر ومصابرة وبذل. فكان من النبي عليه الصلاة والسلام أن كتب كتابا وأعطاه عبد الله بن جحش الذي جعله أميرا على هذا البعث، وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه. قال: هذا الكتاب لا تفتح، يبقى على إغلاقه حتى تمضي يومين من المدينة ثم تفتح الكتاب. قال: ولا يكره أحدا من أصحابه، يعني بعد أن تفتح الخطاب وتطلع ما فيه لا تكره أحدا ممن معك على القيام بالمطلوب. ففعل. ولما فتح الكتاب وجد فيه: إذا نظرت في كتاب هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف. هذا تحديد المكان والوجهة التي طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم الاتجاه إليها. والهدف قال: فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام في هذا البعث للاستطلاع ورصد أخبار قريش عن كثب وعن قرب من مكانهم. وهذا يعني أول بعث يوغل ويتقدم إلى منطقة قريبة جدا من مكان الأعداء. وبعث النبي عليه الصلاة والسلام هذا البعث لهذا الغرض. قال: فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فقرأ رضي الله عنه لما قرأ كتاب النبي عليه الصلاة والسلام قال: سمعا وطاعة. يعني بالنسبة له هو تلقى مباشرة خطاب النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة، وقالوا: سمعنا وأطعنا. وأخبر أصحابه بذلك، أي قرأ وأطلعهم على طلب النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر أصحابه بذلك وبأنه لا يستكرههم، أي لا يحملهم على هذا ويلجئهم إليه كرها، وإنما هم بالخيار في ذلك، وبأنه لا يستكرههم. قال: فمن أحب الشهادة فلينهض، من أحب
الشهادة في سبيل الله فلينهض، ومن كره الموت فليرجع. وهذا فيه إشارة إلى أن الأمر فيه مخاطرة وفيه تعرض للقتل، لأنه كما عرفنا قرب يعني شديد إلى مكان العدو، وذهاب إلى هذه المنطقة منطقة نخلة جنوب مكة عن مكة من جهة اليمن. فعرض عليهم وقال لهم: وأما أنا فناهض، أي ناهض قائم بهذا الأمر. ناهض أي قائم، النهوض القيام، أنا ناهض أي قائم بهذا الأمر. فمضوا كلهم، في بعض النسخ فنهضوا كلهم، يعني بهذا الأمر قاموا به، لم يتراجع منهم أحد. وهذا يدل على صدق هؤلاء وقوة إيمانهم وشدة طواعيتهم وامتثالهم لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: فلما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يعتقبانه، يعني لم يكن معهما إلا بعير واحد، سعد وعتبة يعتقبانه، أي كل واحد يكون له نوبة في ركوب البعير ويمشي الآخر إلى أن يتعب، وهكذا. فأضل بعيرا لهما فتخلف في طلبه، وهذا التخلف لم يؤخر الأمير والقائد عبد الله بن جحش، فمضى نفذ حتى نزل بنخلة بالمكان المحدد الذي حدد له النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إليه. قال: فمرت به عير لقريش، عير تجارة قادمة من جهة اليمن تحمل زبيبا وأدما وتجارة، قادمة بتجارة من جهة اليمن، فيها عمر الحضرمي ابن الحضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة. فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم الرجب، في آخر يوم الرجب، الآن الأمر يحتاج إلى قرار سريع، يحتاج الأمر إلى قرار سريع، اتخاذ قرار سريع. هم في آخر يوم الرجب، ورجب من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم كما هو معلوم 4، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه الثلاثة متصلة، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم 3 سرد، ورجب فرد، يعني ليس معه شهر آخر متصل به من الشهور الحرم. فكانوا في آخر يوم من الغد لا يكونون في شهر حرام، لكن هذا العير ما ينتظرهم، ماضي، فإما أن يمضي هذا العير ولا يكون منهم شيء وتعرض له، أو أنهم يقاتلونه في آخر يوم من الشهر الحرام. قال: فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم، يعني فاتنا الأمر. ثم اتفقوا على ملاقاتهم، فحصل تلاقي، لاقاهم المسلمون في هذا الوقت في آخر يوم من شهر رجب. فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، وهذا أول قتيل، وأسروا عثمان والحكم وهما أول أسير، وأفلت نوفل. ثم قدموا بالعير والأسيرين قد عزلوا من ذلك الخمس. قال: فكانت أول غنيمة في الإسلام، وأول خمس في الإسلام، وأول قتيل في الإسلام، وأول أسير في الإسلام. هذه 4 معدودة في الأوائل، وبعض أهل العلم يهتم بهذا الأمر، وبعضهم أفرده بالتصنيف الأوائل في الإسلام، الأوائل في أول كذا وأول كذا. من أهل العلم من أفرد
ذلك بالتصنيف. وأظن منهم الإمام بن أبي عاصم له كتاب مطبوع اسمه الأوائل، وكله خاص بهذا، يقول أول كذا هو كذا. فهذه 4 الآن معدودة في الأوائل. ومر معنا قبلها أيضا أول سهم في الإسلام رماه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ما فعلوا، يعني أنكر عليهم هذا الإقدام والانتهاك لحرمة الشهر. وكفار قريش متقرر عندهم ومعلوم لديهم حرمة الشهر، وكانوا لا يقاتلون في الشهر الحرام أو لا يقاتلون في الشهر الحرام لإدراكهم لحرمته. وفي صحيح البخاري قصة وفد عبد القيس لما قدموا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، لأنهم في الشهر الحرام يضمنون أن كفار مضر ما يتعرضون لهم، فمرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. فمتقرر لدى الكفار أن الشهر الحرام لا يكون فيه قتال. ولهذا والصحابة رضي الله عنهم كانوا مجتهدين، والمجتهد كما هو معلوم إما أن يكون مجتهدا مصيبا فله أجران، وإما أن يكون مجتهدا مخطئا فله أجر واحد وذنبه مغفور، كما هو واضح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، أي على اجتهاده، وذنبه مغفور. قال: وقد كانوا رضي الله عنهم مجتهدين فيما صنعوا. لكن ماذا ترتب على هذا؟ اشتد تعنت قريش وإنكارهم ذلك، وقالوا: محمد قد أحل الشهر الحرام، وبدأوا يروجون ذلك هنا وهناك. وهل هذه حقيقة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم هل أحل الشهر الحرام؟ الواقع أن هذا اجتهاد من هذا البعث الذين بعثهم النبي صلوات الله والسلام عليه. فأنزل الله في ذلك: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، لأنهم يستنكرون وأخذوا يتحدثون ويلوكون هذا الأمر وينشرونه في الآفاق: محمد انتهك الشهر الحرام. فأنزل الله قوله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. يعني هذا في بيان أن هذا الأمر خطأ، قال قتال فيه كبير لأنه شهر حرام. قال: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يعني إذا كنتم تخطئون هذا الأمر وتجرمون وتعدونه خطأ، أنتم على أخطاء أفظع وجرائم أكبر وأعظم عددها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. قال: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، أي أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في توضيح معنى هذه الآية: هذا الذي وقع وإن كان خطأ، لأن القتال في الشهر الحرام كبير عند الله، إلا أن ما أنتم عليه أيها المشركون من الصد عن سبيل الله والكفر به وبالمسجد الحرام وإخراج محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هم أهل المسجد الحرام في الحقيقة أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام كان متوقفا في أمر الغنيمة، فلما نزلت هذه الآية قبل الخمس من تلك الغنيمة وأخذ الفداء من دينك الأسيرين.